السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسلامة وسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى كده هنعمل مع بعض الممبار بطريقة سهلة جدا، وهنحشي برضو يعني مهما كانت الكمية كبيرة هنحشي بأسهل طريقة وفي ثواني. معانا الممبار، ومعانا هنا شبت وكزبرة، ومعانا كده صلصة، ومعانا بصل. يلا بقى نشوف هنعمل مع بعض الطريقة ازاي. معانا كده اول حاجة كده البصل. هنقطع يعني هقشر البصل كده وبعدين كده هقطعهم. بس يا حبايبي كده ما تنسونيش بقى كده في اللايك والاشتراك في القناة، عشان يوصل لكم كل جديد. فعلوا الجرس واختاروا كلمة الكل. واهم حاجة كده حطوا اللايك، لان اللايك هو اللي هيرفع لي الفيديو لكل الناس تشوف. والفيديو ده يستحق مليون لايك على فكرة، تعبت فيه قوي قوي يعني. هنا بقى كده اهوت هقطع بقى كده البصل كده، يعني ابشر زي اللي ببشر كده، بس كده قطع صغيرة. هقطعه كده على المخرط زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم الفيديو دوت انا كنت عاملاه بقى كان طويل جدا، فما رضيتش ان انا اعمله طويل عليكم. سرعته كده ومنتجته يعني تاني. هنا بقى كده جبت الطاسه حطيتها على النار، وهنزل فيها كده بشويه محترمين من الزيت. الكميه معانا كبيره، فهحط زيت كتير كده. ما تقولوش زيت كتير، لا احنا معانا كميه كبيره. وبعد كده اما الزيت سخن هنزل كده بالبصل. اول ما البصل كده يدبل هنزل بشويه فلفل اسود. اهو كده شويه فلفل اسود، وشويه كده من السبع بهارات اللي هي بتاعه المحشي. وشويه كده جنزبيل. وهديهم كده تقليبه لحد بقى ما ريحه التوابل تظهر. هنزل بالصلصه. اهو زي ما انتوا شايفين كده بقى اهوت. هسيبهم بقى كده ان هما يغلوا في بعض كده غلوتين، وهنا نشوف هنعمل ايه تاني. الوقت كده الملح بقى هظبط ملحها، وبرضك ما هتقول الملح كتير. عايزه اقولك والله انا زودت ملح تاني، يعني دولت كده وقليلين وزودت ملح تاني. بقولكوا ان انا بقى احط له لايك. انا بقى كده بقطع في الخضره اهوت اللي هي الكزبره والشبت بتوعنا. هنا بقى كده الصلصه اهي بدأت ان هي كده خلاص، يعني تاخد وتطيب مع بعضها كده. اهوت زي ما انتم شايفين كده الصلصه اهي كده ابدأ ان انا اطفي عليها. ونشوف بقى كده جبت بلاستيكية واحط كده الرز بتاعنا فيها اهوت. وبعد كده هنزل عليها بالصلصة. هقلبهم بقى كده كلهم كويس كده، وارجع لكم برضو تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا بعد ما تقلبوا هما زي ما انتم شايفين هنزل بقى بالخضرة. كده نزلت بالخضرة بتاعتي كلها، اقلبهم كويس برضو وارجع لكم تاني. هنا بقى بعد ما تقلبوا بقى كده شايفين هنا بقى ده كده بوز ازازة. بوز الازازة دوت قطعته كده بالمقص علشان ان انا احشي بيه، بيسهل طريقة الحشو معانا لو ما عندكش قمع يعني اهوت. نبدأ بقى كده ان انا اجيب الممبار بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين اهوت. انا بقى حسبت الرز كده، وببدأ ان انا افرد الرز كده
يعني برفضه زي ما انتوا شايفين كده، ما بتخلوش الرز مكلكع فيه، لا بتبطط زي اللي بتبططوها كده. بس يا دود اهوت. حبايبي صلوا على رسول الله وحطوا لنا كده اللايك. هنا بقى كده هي مفتحه كده من كده، هنقطعها برضو دلوقتي مع بعض. يلا انا شايفاك، يلا ما حطيتيش اللايك، شايفاك حط اللايك عشان حطوا اللايك. اللي ما حطش اللايك يحط اللايك يا جماعه، والله تعبت اوي في الفيديو ده والله. اهو زي ما انتوا شايفين كده انا بقطعها بقى كده بالسكينه، يعني على قد الصبع اللي احنا عاوزينه زي ما انتوا شايفين كده، وبقطعه كده بالسكينه. انا عايزاه مثلا الصبع كده يبقى ايه متوسط كده، تمام. لا هو شايفين يعني من برية بتبقى ان هي متبططة خالص كده، ان كده كده اول ما تحط في المية تنتفخ وكده والرز هيزيد. خلاص بقى كل الكمية وارجع لكم تاني. شايفين بقى هنا كده خلصت كل الكمية، وشايفين المنظر ده بقى عامل ازاي. بس احنا بنحشي ممبار يا جماعة، لو بنحشي محشي عادي ايدنا تبقى شكلها جميل. احلى اخوات في الدنيا والله. حطولنا بقى اللايك، عايزين كده نبقى اكبر عيلة واكبر جيش كده. اهو زي ما انتوا شايفين كده بقى هنا بحط برضو كده هما الازازة، وشايفين بقى كده شايفين السرعة. السرعة ديت انا بعمل كده مش مسرعة الفيديو، لا مسرعة الفيديو طبعا، بس انا بقى ايه يعني عايزة احس ان انا سريعة كده وخلصت بسرعة. بس انا والله قعدت اكتر من ساعة اشوف بقى ممبار الجاموسة يلا الحمد لله. وقعدت لوحدي بقى، قلت لماما ما تعمليش حاجة بس بعيدة ادب عني. هنا بقى هو زي ما انتوا شايفين كده ده اخر واحدة هخلصها بقى كده واوريكم بقى كده انا عملت انجازات ايه. بصوا انا قعدت يجي ساعة ونص كده، ساعتين، ساعة ونص ساعتين بالظبط. فاهي بس الكمية ما شاء الله. ايه خلصتها بقى هنا كده كلها. يلا بقى كده ندخل على المطبخ ونشوف هنعمل ايه تاني. اهو شايفين بقى كده كل الكمية بقى عملتها لوحدي. بقولكم انا عملتها لوحدي، كنت عايزاكم تيجوا تساعدوني والله، مش عارفة انتوا تيجوا تساعدوني. تعالوا بقى كده نشوف الحلتين الكبار اللي على النار دول فيهم ايه. بصوا الحلة الكبيرة اللي هي ديت اللي هي السلس ديت كانت ماما بتسبك فيها صلصة، فضيتها لها ومليت المية في الصلصة، تمام، يعني عشان ما تبقاش مية حمرا ليا. يعني مليت مية وما غسلتش الحلة ومليت مية، فعادي يا صلصة عادي يعني. فالمهم بقى هنا كده المية غليت، حطيت فيها ورق لوري وكباب جاسيني وحبهان وتاني وقرنفل، تمام، وحطيت ملح والمية غلت كده سقطتهم. وهنا بقى كده كانوا استووا تمام، يعني بغلي وكل شويه بقلب عشان ما يلزقوش في الارضيه. هنا بقى كده طلعتهم كلهم اهم زي ما انتم شايفين. اهم حاجه بقى التقليب طول ما هما بيستووا علشان ما يلزقوش معاكم في الارضيه، تمام. هنا بقى دي كده كل الكميه اهيت كده بقى هبدا ان انا هقلي. دعواتكم بقى معايا عشان مرحله القلي دي الرز طايه لو الرزيه بره فرع في وشي. فهنا بقى كده اول ما الوجه احمر بقلب وكده. وهنا بقى دي كده الممبار بتاعنا. تعال بقى كده كله معانا
عايزه اقولكوا اليوم ده كان يوم حلو طبعا، واكله لذيذه واكله جميله وانا بموت فيه يعني. كل يوم جيبها يا بابا وانا